ورحمة الله وبركاته. أولا لا يفوتني أن أهني العريس أخانا عبد الباسط ونقول له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لك زواجا مباركا وأن يجعلكما متحابين في حب الله سبحانه وتعالى، تجتمعون في طاعته على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك كما نقول بالعامية بأن يغلبها بالمال وتغلبه بالعيال. وكذلك كل الحاضرين من كان له حاجة في نفسه في الزواج أن ييسر الله سبحانه وتعالى له، إن كان أعزبا. والأعزب أيها الإخوان يعني الزول العزابي ما معناها إنه زول ما متزوج، إنه الناس تفتكر إنه زول العزابي معناه زول ما متزوج، لكن العزابي ده قد يكون متزوج، وهذا من كلام أهل العلم، قد يكون متزوج يعني وصاحب زوجة واحدة، وأنا أولكم يعني صاحب الزوجة الواحدة لا شك أنه عزابي. قول كيف؟ هذا الكلام قاله أهل العلم، لأنهم قالوا إذا مرضت يمرض معها، وإذا سافرت يعني كان ما يكون كما يعلم المتزوجون، فيكون هو والعزابي سواء في حال واحد. لذلك الله عز وجل عندما قال مثنى وثلاثة ورباع، بعض الناس يقول لك يا أخي يا شيخ قال وإن خفتم، طيب أنت لماذا تخاف؟ أنت تخاف ليه؟ الله عز وجل قال وإن خفتم ألا تعدلوا، أنت ما بحاجة بتخليك تخاف، لأن هذا الأمر ما جاء يعني شيء في الإنسان زائد إلا وجعلت له الشريعة تصريف، جعلت له تصريف. ودائما الشيء اللي تعود عليه الناس، الشريعة تفتح باب في الحلال، إذا انتكست الفطر وأقفل الباب بتاع الحلال لا شك أنه يفتح باب بتاع شنو؟ باب بتاع حرام. فالآن يعني كثير من الناس وكثير في المجتمعات إنها بقت من شدة ما بتقفل أبواب الحلال، حتى يعني انفتحت أبواب الحرام على مصراعيها. وبعض الناس يعني يقول لك لا نحن والله سامعين وسالمين، وبعدين يقول لك يا أخي نحن والله ما عندنا شغلة بالناس ديل وكذا، وبعضهم يقول لك يا أخي الشيء اللي بيعملوه ده نحن ما عندنا معه شغلة، في النهاية ربنا يحاسبهم. لكن إن وجدت أحد وقع على باب من أبواب الحلال ومثلا فتح باب التعدد وتزوج، تلقى الحلة كلها قامت وما قعدت، وتلقى أهل العروسة القديمة قاموا ما قعدوا. والعجب كمان لو كان متزوج بنت خالته ولا بنت عمته ولا كده، ده يدوب الفصال والمشاكل بين الأسرتين، خالتي وخالتك ويتفرقن، وعمتي وبنت عمتك، وليه الزوج في بنتي وكلام. يا إخوان هذا الكلام شرع من شرع الله عز وجل، لكن نحن حتى لا نخرج من الموضوع نذكر بقول الله تبارك وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وقال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني من نفس خلقة البشرية. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، يعني ربنا عز وجل ما خلق مخلوق في هذه الأرض إلا وجعل له زوجه من الإناث، حتى يكون هذا باب للتكاثر ولحفظ النسل ولإقامة الدين. طيب يا أخوان الناس نحن نتخيل إذا ربنا سبحانه وتعالى ما جعل للرجل زوجه من جنسه، هنحلكم كيف؟ الحلكم كيف؟ أكيد حيكون في مصائب وحتكون في مشاكل، ومن أول حينقرض النسل البشري، حينتهي، لأنه حيكون في موت وما حيكون في زواج ولا حيكون في ولادة. وهذا من مقاصد الزواج. الضان والغنم جميعا والإبل وغيرها، ربنا سبحانه وتعالى جعل من كل زوجين اثنين، الذكر والأنثى، هذه من الحكمة. لكن بعض الناس تجد أن فطرهم قد انتكست، يقول لك يا أخي أنا والله ما داير الزوج، أنا داير أعيش كده بس ما داير الزوج. والله نقول له أنت أكيد في مشكلة، إذا كان عندك مشكلة مالية أو عندك مثلا أي مشكلة صحية تعالج، ولو كمان ضربوك شاكوش ولا عندك قصة انتهت بفاجعة ولا حزينة ما مشكلة، غير البنات كثير وغير النساء كثير، لكن ما ممكن تكفي الباب وتقول يا أخي
أنا داير أعيش حياتي كده، تقول أنا داير أعيش حياتي كده، فما ممكن. لأنه ربنا عز وجل لما قال جعل أو خلق منها زوجها قال ليسكن إليها. السكن يعني ناس ممكن تتخيل إنه السكن البيت اللي أنت تسكن فيه سكن. في بعض الناس يعني يكون أنت دول بتحبه شديد، فبتجي تتكلم معاه وتحكي له مشاكلك، كويس؟ تحكي له المشاكل حقتك، وتجي يعني في أي ظرف من الظروف أنت بتجي تتكلم معاه وتحكي له، لأنه يعتبر بالنسبة لك سكن. تحكي له المشاكل حقتك. لذلك أقرب الناس يكون بالنسبة لك زوجتك. الله عز وجل قال وخلق منها زوجها. أبونا آدم عليه السلام لما ربنا عز وجل خلقه وخلق أمنا حواء من ضلعه. لماذا؟ قال الله عز وجل ليسكن إليها فتكون له سكن. فأي إنسان تزوج وارتبط بزيجة لكنه ما حقق هذه الشروط من السكن وما جاء بعدها، معناه عنده شيء غلط في حياته. يقوم شنو يراجع ويشوف المشكلة شنو. بعد ذلك قال الله عز وجل بعد أن جعلها سكن يعني تشاركك في الحلوة والمرة. يا إخوان ما في علاقة تدوم بين اثنين أكبر تكون حميمية ولطافة غير العلاقة بين الزوج والزوجة. بعض الناس يقول لك يا أخي والله فلان ده أخوي شديد في الله، أنا بحبه شديد، يقول لك لكن مهما كان من الحب بينك وبينه بالله، ومهما كان من الكلام الدقاق بينك وبينه، مهما كان ما بيصل المرحلة بتاعة العلاقة بين الزوج والزوجة. لذلك الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني بعد السكن والإلفة والأنس بين الزوجين قال جعل الله عز وجل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة لا بد أن تكون بعد الزواج. ومن أكبر أسباب الزواج المودة والرحمة أن يكون الزواج ما في مودة بين رجل وامرأة وبين ذكر وأنثى خارج نطاق الزواج نهائي، ما في كلام زي ده كما يقول الناس، لا يوجد. لأن أي حب يكون خارج نطاق الزواج يكون مآله إلى حرام، مآله إلى فاحشة. حتى إن قلت والله دي أختي في الله، والله أنا شايفة زي أختي، ما في حاجة زي أختي، يا إما أختك يا ما أختك، ما بحي اسمها زي أختي. لأن هذا الشيطان إن كان الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قال وإن كانت مثل مريم ابنة عمران في العفاف، قال وإن كان يعلمها القرآن. ما في أي طريقة. بعدين ليت تكون ما سوي أنت تحتك بالنساء وبالإناث وتقول أنا ما عندي حاجة، معناه إلا أنت ما سوي. والله مع احترامي لكم بعدنا نمشي نشوف طبيب وأنا أبحث عليك عشان نشوفك أنت ما الموضوع المهم أنت فاهمينه. بعد ذلك قال الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. فكل ذلك لا يأتي قبل الزواج. ليه؟ ما تقول لي يا أخي والله هذا حب ما قبل الزواج. الشاعر أو إنجاز التعبير قال لا حب لا غرام لا خطوبة، عقد بس. ده الشيء بنعرفه نحن. يعني بعد ذلك حب على كيفك، تقوم تقعد تسوق تمرق بيها تجي بيها. أبوها ذاته بشنب تقدر بيجي يقول لك يا زول ماشي وين، ما يقدر يقول لك حاجة، بيقدر يقول لك شيء ما بيقدر يقول لك، لأن هذا عقد أحله الله عز وجل لك. لذلك عليك أن تحقق هذا الأمر. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الليلة أنت ذاك تتزوج عشان شنو؟ عشان تعيش حياة سعيدة، وعشان تستقر، وعشان تكون أسرة، وعشان تجيب أولاد، صح؟ الكلام ده كله عن منه؟ ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال أهل العلم ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نال الحاجة اللي عند ربنا سبحانه وتعالى تتقرب إلى الله عز وجل حتى تمتلك هذه الأمور التي هي بماذا؟ برضائه وبالتقرب إلى رضاء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يفتكر إنه السعادة قروش، يقول لك والله إذا لي مرة تكون مرطبة، مرة تكون مرطبة خلاص أنا ثاني أنا مساي ما عندي شيء. أنت لو ما مخصوص ما مرة تديك قروشها. هسه في البيت أمشي شيل لك صحن ولا شيل لك كورة بس أرميها كده كثيرة بس أعمل نفسك ما عارف، والله البيت كله يقوم ما يقع.
في شنو؟ في صحن كسرته كويس. الجماعه قد يقولوا يمكن الزول يكون مجرب، ما مشكله اعتبروه انا مجرب، لكن المساله تكون شنو؟ باليقين وبالدليل العقلي. ما في مرة بتديك قروش ابدا نهائي والله الا الكفاف، تتحايل عليها الان وتغشها الان ليك لانها زوجتك، لكن بكره ثاني تنقلب لك براي جديد ما تديك. وكذلك بعض الناس يظن ان السعاده في الزواج تكون بشنو؟ ببعض الطقوس والعادات، وهذه يا اخواننا المسائل اللي المفروض الانسان يكون فيها جاد جدا. بعض الناس بيعتبر انه انت عشان تكون سعيد في حياتك الزوجيه في بعض الطقوس لازم تعملها، وكذلك على الناس مفروض ان يقفوا وقفه حازمه وجاده. يقول لك يا اخي والله لو ما اتحننت معناها تنكبس. كبس وين؟ اذا الدبسي انكبس في شوال يا اخي بكم نفر الزواج ما بصير ينكبس. بعدين حتى تنكبس دي تقولوا للعريس كان ما تحنن، وقولوا له جن الطهور كان ما تحنن. طيب داخل كبير انكبس، الصغير ده ذنبه شنو كابسين يا اخواننا؟ الشغله ما كذا، الشغله هي حرام ولا حلال. في بعدين كثير من الناس بتعرفون الزينه كذا ديل شفتوا ما في مزول بيتحنن، والحمد لله في مزول انكبس. واللهم بارك، ربنا يبارك لهم. اكثر الناس زواج واكثر الناس ولاده. يوم واحد ما سمعنا في مزول يتكبس، لو الشغله تكبس والله كان كبست الناس ديل اول حاجه. وكذلك ما يفعل يا اخواننا، ما تعتقدوا انه الحاجات دي والله الناس بيعملوها زينه. الشغله دي ما زينه والله، الشغله دي بيعملوها عشان عند الناس حبوبات واماتنا ربنا يحفظني ويتولاي بعملنا الشغله دي عشان عندنا في اعتقاد يا ولدي دي خايفه عليه ولدها، تحصل له مشكله، تحصل له مصيبه، وتلمن صحباته وعماته وخياته ويقول لها فلانه ولدي ده كان ما ربطت له الحريره بيحصل له وبيحصل له، كان ما ربطت له شنو يحصل له، وكان ما عملت الهلال، وكان ما عملت كده بيحصل له. فهذه المسائل ان كان فيها اعتقاد فالكلام ده يا اخواننا بعد يكون مرق من محلته. انت داير حاجه منو؟ يا ربنا سبحانه وتعالى. قل لا يما والله يا اخي انت امي وفوق راسي، وانت يا خالتي ونسيبتك ذاتها برضه نفس الشيء. تقول لا يا اخي والله كلامكم ده فوق راسي وشيء بحترمه جدا، لكن والله الشيء ده بخالف. حتى الناس القبلينا ما كانوا بيعملوا الكلام زي ده، حتى وان كان عندهم من الجهل. يعني زمان قديما الناس الكبار بيتذكروا بيقول لك يا اخي العريس يعني الله يكرمك 40 يوم 40 يوم العريس ده يعني ما شاء الله اللهم بارك ياكل ويشرب ويتدهن. تمام يا اخوانا، ما في لا حياه في العلم، يتدهن وياكل ويشرب يعني ولا غسل من الجنابه ما يغتسل. بقول لك 40 يوم دي طبيعه بيعملوها للعريس. بقول لك ليه؟ بقول لك لانه فيه الملائكه. يا اخوانا بني ادم 40 يوم ما يستحمى، 40 يوم ساي بدون اي شيء ما يستحمى، والله ده شيطان ما يقرب له، خليه ملائكه. شيطان ذاته ما يجيه. ليه؟ لانه الناس زمان كان الجهل فيهم متفشي، لكن الان ما عندك عذر. التلفزيون شغال، راديو شغال، اذاعات شغاله، منابر جمعه شغاله، كويس. المسائل بتاعت الدين دي بقت في اي مكان شغاله. بعد الا تقول سمعنا واطعنا او تقول شنو؟ سمعنا وعصينا. والكلام يطول في مثل هذه المسائل ولا نريد ان نطيل عليكم، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الزواج لاخينا عبد الباسط زواجا مبارك، وان يتم له الهناء والسعاده، وان تكون العاقبه لمن جميع من اراد ان يتزوج من العزاب من الشباب ومن الشيب. ونسال ربنا سبحانه وتعالى ان يعطي كل سائل سؤله فيما يحبه ويرضاه، ونساله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الخيمه في هذا الموضع من غير مواعيد بيننا ان يجمعنا الله سبحانه وتعالى اخرى ابديه سرمديه في جناته جنات النعيم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.